كل مغترب اخرج 10 سنين في الغربه وانزل، عملت ما عملتش ده عمليه ارزاق، وانت مش هتاخد حاجه معاك التراب. واديك شفت الواقع بتاع الدكتور اللي هو عمل ملايين الملايين وكان معيش اولاده وبناته عيشه رفاهيه، وعندهم بيوت وعقارات وسيارات وفلوس في البنوك، وفي الاخر حجزوا على ابوهم الفلوس ورفعوا عليها قواضي، وكانوا بيقولوا له كمان ده احنا هنحبسك. الراجل عنده 69 سنة، عاش حياته كلها عشان خاطر أولاده، وعاش حياته كلها متغرب بعيد عن مراته وبعيد عن أهله وحبايبه. فنصيحة ليك، انت مش هتاخد حاجة معاك، وبالعكس انت هتتسأل كمان على اللي انت جبته. فانت عملت بيت، عملت ما عملتش بيت، اخرج 10 سنين وانزل. يا اما انت وضعك مستقر في الغربة، خد اولادك معاك وخلي اولادك يتربوا قدام عينك. غير كده اقسم بالله هتكبر وهتندم على كل ساعة قضيتها في الغربة، مش على كل يوم ولا على كل سنة. اسمع مني، دي نصيحة، وتعمل بيها تعمل، ما تعملش ان شاء الله ما عملت.